1907 1950. أول مدرب تولى قيادة النادي الأهلي كان الإنجليزي مستر ميتشل، وذلك من عام 1907 وحتى عام 1916. لم تكن هناك بطولات رسمية في تلك الفترة، لكنه ساهم في تأسيس الفريق ووضع قواعده. مع تطور كرة القدم في مصر، بدأ النادي يعتمد على فكرة المدرب المحلي، وكان من بينهم عبد الرحمن فوزي الذي ساهم في تعزيز هوية الأهلي الكروية. الحقبة الذهبية 1950 1980. عصر البناء والتطوير. خلال هذه الفترة شهد النادي الأهلي طفرة كبيرة على مستوى الأداء والإنجازات. من أبرز المدربين في هذه الحقبة كان المجري ناندور هيديكوتي الذي قاد الفريق من عام 1973 إلى 1980. حقق مع الأهلي 5 بطولات دوري مصري وكأس مصر، وساهم في بناء أسلوب اللعب